بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا في الفيديوهات اللي فاتت ازاي نستخدم اكي سكان كبرنامج. معانا الصورة صورناها بأي طريقة كانت، وعرفنا ازاي ندخلها ونظبط اعدادات البرنامج وكده. طب دلوقتي انا ما عنديش كاميرا، عايز ادخل الباترون ومعايا كاميرا الموبايل، اعمل ايه؟ في برنامج لذيذ جدا اسمه اريون ويب كام. تمام كده، بنحمله على الموبايل وبنحمله على الكمبيوتر. تمام، انا محمله قبل كده، بينزل، هو ملف مش كبير، 20 ميجا تقريبا على الموبايل و3 ميجا على الكمبيوتر. الاتنين بيتوصلوا بنفس شبكة الواي فاي او عن طريق الكابل، وانا بفضل الواي فاي عشان ما نعتمدش على اسلاك والدنيا تبقى سلسة معانا. طيب، حملنا البرنامج وظهر معانا هنا اهو، نفتحه. ظهر معانا كاميرا الموبايل بتاعتنا، عايزين نكبر عايزين نصغر براحتنا خالص. تمام، براحتنا، كاميرا عادية خالص. تمام. طيب أنا لو دخلت الصورة ديت على البرنامج كده، الشاشة مش هتبقى كويسة والناتج اللي هيطلع منه مش كويس خالص. فبنعمل إيه؟ لو رجعنا لإعدادات جيربر، الشركة منزلاها، منبهة إن الأيزو لازم يكون على 100. هو هنا 1157 وبيزيد ويقل لأنه أوتو مش كاستم. فإحنا بنقفل القفل ده. تمام كده، وبنغير، نقلل الأيزو نقلله كده لحد أما نوصل لنتيجة. لو نزلنا على 100 هنلاقي الإضاءة قليلة قوي، فهنخليها وسط كده ما بين 300 ل 350 400، حسب كل كاميرا وحسب كل جهاز. تمام كده. عايزين بقى نعكس الصورة بنعكسها، عايزين نشغل الفلاش بنشغله براحتنا خالص. يعني في الحتة دي الوايت بالانس بنلعب فيه، لو عايزين نلعب فيه ما كانش فبنخليه على وضع الأوتو وبنلعبش فيه أكتر من كده يعني. تمام، ده الوايت بالانس يعني بيظبط التوازن ما بين البرودة والسخونة. طيب، خلصنا الخطوة بتاعت ده، نخليها بس على الأوتو. تمام، عشان مش عايزين نلعب في الوايت بالانس خالص. طيب احنا كده ظبطنا اعدادات الكاميرا، عايزين ناخد لقطة بقى. احنا ممكن ناخد لقطة من هنا، وممكن ناخد لقطة، دي جيجا واحدة. احنا خدنا لقطة من هنا، وممكن ناخد لقطة من البرنامج بتاع الكاميرا بتاعة الكمبيوتر. نخش على الويندوز، نخش على الكاميرا، فتحنا الكاميرا. تمام كده، ظهرت معانا الصفحة بتاعتنا، عايزين نكبر عايزين نصغر، الموضوع كله في ايدنا جدا يعني. تمام، وانا ما بنصحش ان احنا نكبر او نصغر عشان نحتفظ بابعاد الباترون والداتا اللي عليه تكون واضحه. تمام، هنعلم على الاتش دي ار لو احنا عايزين الصوره بكامل الوانها، ومش عايزينها هنخليها على اتش دي عاديه. تمام، لو في فلاتر هنا ابيض واسود بنخليها، ما كانش مش محتاجين اكتر من كده. طيب هناخد لقطه. تمام، كفوتو. خدنا الفوتو بتاعتنا، هنخش عليها، ممكن ندخلها كده للبرنامج. وانا بفضل نعمل حاجه تانية، ان احنا نخش على الفلاتر ونخليها دوكيمنت. تمام، اول ما نخليها دوكيمنت هيعزل الخلفيه. تمام كده، وهيديها للبرنامج على طبق من فضه. تمام كده، هنفتح البرنامج. طبعا زي ما شفنا قبل كده هنخش على فيو اوبشن، ونخش على الماتيريال ونضيف الماتيريال اللي احنا بنشتغل عليها. في الحاله بتاعت الفيديو دي ورقه كانسون متر في 70، وضفنا عليها السبوت، او ضفنا عليها الاهداف اللي البرنامج هيستهدفها وهو بيشغل. تمام، وضفنا مقاساتها وحطيناها ولزقناها على الحيطة وخلاص. تمام كده، وحطينا عليها الباترون اللي احنا عايزينه وخلاص على كده. عايزين نظبط اعدادات هنا بنظبطها قبل ما بنشتغل وندوس اوكي. طيب هنخش على بريفيو. دي بريفيو بنستخدمها لو احنا عايزين نعمل اول مرة بس نتأكد ان كل حاجة تمام، وبنظبط الاعدادات. طبعا الباترون انا حطيته للاسف بشكل مايل، فهو طالع هنا مايل، فنبقى دي سهلة نبقى نظبطها في البي دي اس. طيب، في هنا شوية رتوش وشوية حاجات هنا احنا عايزين نلغي الحاجات دي. نلعب في اللايتر أو الداركر حسب البرنامج ما يجيب معانا. طيب الحاجات عمالة تقل أهي، وتفاصيل البرنامج عمالة تزيد، تفاصيل الصورة أقصد عمالة تزيد. طيب كده الموضوع زاد عن حده، فنرجع حتة بسيطة، نرجع كمان سنة. طيب إلى حد ما كده تمام.
طيب نعمل كروب عشان البرنامج ما يضيفليش أي حاجات زيادة أو ما يشتغلش من دماغه، وأنا باقول له أنت آخرك هنا وكده تمام، لأ كده مش تمام، ندوس undo تمام كده، ونعمل كروب للقطعة بتاعتنا، كده تمام. طيب هنقول له save am data، هيعمل تعديل للصورة وهيسيفها، هي اتسيفت بالرقم اللي أقل من ده اللي هو 35، فهنفتح الأكيومارك اللي هي القطعة ديت، تمام، open with pattern design separate work area، فتحت معانا أهي، تمام. طبعا نزل معاها يعني حول الكتابة لخطوط internal، واحنا مش عايزين الخطوط الانترنال ديت، فهنخش delete line، نضغط في نص القطعة وبعد كده يمين اوكي، نضفنا القطعة، نعمل بس روتيت عشان نظبط خط اتجاه النسيج، روتيت من هنا وبعد كده بريفورم الاينمنت، وبعد كده نختار اكس اكسس، نختار القطعة وبعد كده نختار النقطة على محور الاكس يعدل لنا القطعة، نعمل بس ممكن ندوس على اللاين جرين لاين عشان يغير اتجاه النسيج بناء على القطعة. طيب نشوف فيرفاي كده، لاين لينس 1683، طبعا هو الباترون المفروض 17 سنتي، ففي فرق 2 مللي دي من الباترون، تمام. والصدر المفروض 35 سنتي، اكيد هيكون في فرق لان المقاسات اللي احنا واخدينها دي ومش واخدينها من على الباترون، واخدينها من على البي دي اس، يعني ده باترون طبعناه واتاكدنا منه، فاكيد اللي فرغ اخد منه شويه، تمام. هنا في فرق 6 مللي، فاكيد دول اتاخدوا في في القص يعني وتظبيط الباترون، تفريغ الباترون، تمام. ده كده كان الدليل الشامل ازاي نستخدم او نحول الكاميرا بتاع الموبايل بتاعنا الكاميرا وازاي نستخدمه. طبعا يعني حتة الباترون مش شرط، يعني احنا استخدمنا دلوقتي للموبايل للموضوع ده، ممكن نشيل بعد كده الموبايل ونستخدمه في حاجة تانية، ده لو احنا عايزين نستخدمه في حاجة تانية، او ممكن نجيب موبايل بسعر رمزي ايا كان الموبايل هو ايه، يكون اندرويد ينزل عليه التطبيق ونستخدمه في الاوبشن ده بس، تمام. طبعا لا غنى عن الكاميرا في الحتة دي لان الحدة والشاربن بتاع الكاميرا في حتة تانية خالص، كمان الإضاءة لأن الإضاءة هنا مش أفضل حاجة، الإضاءة بتفرق في الموضوع ده جدا، تمام. بس ده كان كده الدليل الشامل ازاي نحول الموبايل بتاعنا الكاميرا، وازاي نضيفها على نضيفها على الويندوز، وازاي نضيفها، احنا ممكن نستخدمها على فكرة في اي حاجة تانية، مش شرط البي دي اس بس او الاكي مارك او الجيربر بشكل عام، ممكن نستخدمها كويب كام عادية. بس ده كان كده كان الشرح بتاع ازاي نحول الموبايل لكاميرا ونضيفها على الجيربر وندخل الباترون بتاعنا عليه، تمام. أتمنى إنكم تستفيدوا من الفيديو دوت، وممكن ترجعوا للفيديوهين التانيين في السلسلة بتاعة الأكيو سكان لو انتوا احتجتوا أي حاجة بخصوص البرنامج يعني. السلام عليكم.